السيد ينهيها على العموم حكم لقاء السيد فالنتين كافالينكو، ينهيها بالتعادل. وفي التاريخ يعني حدث التعادل بهدف لهدف ما بين الفريقين، ولكن الآن يحدث التعادل بهدفين لهدفين. شوط رائع وجميل، الأهم من ذلك أنه شوط جميل، شوط فيه يعني تبادل التحية والسلامات ما بين كوزمين وما بين ياسر. برافو والله، شيء جميل. نشوف روح رياضية حاضرة سائدة. الكبير محمد الشلهوب، ياسر، الكل في المباراة، لاعبي العين، وحتى يعني لويس خيمينيز اللي ذهب، وشيء جميل، شيء جميل في استاد الملك فهد. والفريقين حبايب، هدفين للهلال وهدفين للأهلي. أيها الأحبة مشاهدي بي ان سبورتس في كل مكان، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. عاد الرابع في الاستوديو عند حمد جاسم، أكيد راح يتحدثون أكثر وأكثر، لأنه هو الشوط الأجمل، الشوط اللي شهد تسجيل 4 أهداف. أيها الأحبة في كل مكان، على المحبة والخير دائما نلتقي. شكرا وفي من الله. في أمان الكريم الزميل العزيز يوسف سيف، شكرا جزيلا لك. من النتيجة الأسوأ إلى النتيجة الأحلى كما قال يوسف سيف. 2-2 شاهدنا في الشوط الثاني 4 بهدف الطيبة، الروح الكبيرة من قبل الفريقين الكبيرين الهلال والأهلي. برافو بصراحة لكلا الفريقين، برافو على ما قدموه من مستوى رائع، من إثارة، من أهداف. يخلع قميص الكابتن الكبير الكاسر ياسر القحطاني. مداعبة يعني جميلة بين أصحاب الأمس. كوزمن علاقته قوية، كوزمن خصوصا مع ياسر ومع شلهوب يعني. مع أن ناصر ما كان ويا كوزمن على فكرة. كوزمن على فكرة عضو شرف في الهلال، ما شاء الله، من كثر محبة الهلال أخذ العضوية الشرفية للهلال. لقطات جدا رائعة بين كوزمن، بين لك العلاقة الجيدة والانطباع الجيد اللي تركه كوزمن، بالرغم يعني أنه لم يقضي سنوات طويلة في الهلال، لكن قضى مواسم ممتازة، علاقة ممتازة مع اللاعبين. في بعض الأحيان حمد، يعني بعض الأحيان قد يكون المدرب لديه بعض العيوب أو بعض النقص في النواحي الفنية، ولكن العلاقة الجيدة ما بين المدرب واللاعب اللي يبنيها من خلال يعني الأيام، من خلال حسن التعامل مع اللاعبين، هذه الأمور تساعد المدرب في النجاح في بعض الأحيان. وشوف العلاقة الطيبة ما بينه وبين علاقة طيبة. وأشكر أيضا اللاعب الإماراتي، يتوجه إلى الجمهور المتواجد أيضا، نوجه له كل التحية والشكر. الجمهور الإماراتي جمهور أهلي